نعطيها لكم على المباشر. انت تتكلم جد؟ مرض بفقدان المناعة بالسيدة، وعندنا ضباط في الجمارك مرض بالسيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندنا مسؤولين في مطار هواري بومدين مرض بالسيدة. فين غادي؟ فين هو غادي؟ لأنهم كانوا يمارسوا الفاحشة مع واحدة مريضة بالسيدة ماتت في مستشفى القطار ببلواد. إخوان السلام عليكم ورحمة الله. كما سمعتوا هنا خص السلطات المغربية أي جزائري بغى يدخل لبلاد المغرب خصو شهادة كتبت بأنه هو سليم جسديا وعقليا ونفسيا، لأن أكثر الجزائريين داخل الجزائر كيعانيو من أمراض خطيرة وخطيرة جدا، لأن السلطات المغربية خصها ندير فحص طبي او من الدوله ديالو يجيب شهادات ماشي غير شهادات كتثبت بان هو شخص سليم عقليا وجسديا. في دولة الجزائر اقوى دولة ومنظومة اللي كتدعي بان هي اقوى دولة في المنطقة صحيا وعقليا وجسديا، بان هي دولة داخل مسؤولين في الدرك مسؤولين في الدولة عندهم مرض الإيدز، يعني مرض السيدة، مرض اللي هو ما كاينش العلاج ديالو. وبعض المواطنين خرجوا في تصريحات كيطلبوا من المسؤولين في الدولة يديروا دعايات التوعية لأن هذا المرض منتشر في دولة الجزائر بقوة. في أي مكان كاين أمراض، 30 واحد يخرجوا لك 8 أمراضين، 100 واحد يخرجوا لك 50 واحد مريض مرض الإيدز. وهذه فضيحة كبرى، لأن السلطات المغربية خصها تقوم بالواجبات ديالها، حماية المواطن المغربي. واي كرهولي سواء غادي يتفرج كرة قدم او من الجمهور ديال شي فريق لابد على السلطات المغربية الفيزا، ولا بد شواهد عقلية وصحية باش نعرفوا اشنو داخل عندنا لبلادنا. المهم الاخوان باش ما نطولش عليكم نخليكم مع التصريحات ديال المواطنين الجزائريين. سمحوا لي، واحد الشخص كتب لي في التعليق بان هاد الطوابر اللي كتقول بان طوابر على ليسانس راه ما كايناش في الجزائر، وهاد الشخص اللي هو صور هاد الفيديو من داخل الجزائر خصو يتعتقل. وهذه هي النظام اللي غادين به الحكومة الجزائرية، القمع للمواطنين الجزائريين. ما تصورش وما تقولش الحقيقة ديال الطوابر اللي كتعاني فيها الدولة الجزائرية. إلى صورت الحقيقة أدخل السجن. المهم الإخوان هذا غير رد على هذاك التعليق. تبعوا معنا الفيديو حتى النهاية فضلا وامرا، وما تنسوناش باللايكات ديالكم الإخوان والمتابعة ديالكم. شمس الخير عليكم. 12 تاع الليل راني قدام السعودية تاع إيماتو تاع بني مسيوس، وحبيت نوجه لكم ان شاء الله تعيشوا بارطاجيو هاد لا فيديو. حبيت نفهمكم حاجه، الانسان كي يكون بصحته جامي تجيه ليدي يخمم في الناس اللي مرض، ماشي معناتها اوني دي زيغويست، سي ليتا نورمال كي يكونوا بصحتنا ما نخموش في الناس اللي عندهم مرض. حبيت نفهمكم الناس اللي ما عندهم حتى مرض وما يشربوا حتى دواء، اذا تقدروا تتبرعوا بالدم لي سي تي اس دونك لي بونك دو سون، باسكو ما كاش ناس تحمل التعب التبرع، ما كاش ناس ما يتبرع. دونك تعيشوا سيلفو بلي اي انسان بصحته يجي نهار غدوه راح يسحق الدم. دونك مادام راكم بصحتكم تبرعوا للناس وعاونوهم حيت القوا عند ربي سبحانه. وراح ديروا سيرولوجي باطل، باسكو كي تروح تتبرع بالدم راح يديروا لا سيرولوجي تاع ليباتيت بي سي في اش. ديجا جي بارلي افيك اون ريزيدونت واش قالت لي كانوا يديروا دي كامباني هذوك دو كوليكت، ما يخرجوا هذاك الفيكول يخرج باش يلم الدم. vous imaginez من اصل 80 واحد اللي يتبرع يلقاو 30 في اش بوزيتيف، هما على بالهمش.
دونك سيل فو بلي تبرعوا بالدم، تفكروا الناس اللي مرض باسكو يجي نهار راح تمرضوا. بقاو على خير، صحه صحتكم. مرض السيده راه منتشر بزاف في الجزائر. كي حسبت عدد الناس اللي باعتين لي في الخاص يحوسوا نصائح فيهم السيده، تشوكيت من عقلي. راني تشوكيت من عقلي بزاف، راهم بزاف. ما فهمتش كيفاش ماهمش يديروا توعيه يوعيوا الناس وعباد الله. لي هذا الاخر في التلفزيون ما يجيبوش هكا طبيب يوصي الناس ويهضر وكلش. قال اودي جماعه السيده راه الدور اتونسيون منا كلشي، ويذكر الناس ما يهضروش في الجوامع بنهار الجمعه، ما يقولوش باللي يا ودي السيده راه دايره حاله في الجزائر. ما تخبروش خوتكم، ما توعيوهمش. اذا مرض فقدان المناعه المكتسبه ايدز منتشر في الجزائر، راه منتشر. الشبيبه انا اخوكم ننصحكم، ها ديروا الامان في النساء. هذوك الخامجات اللي هم برا يخلعوك بلاطاي تاعهم وبالما نعرف بالماتيريال بوكن. ربي يقول لك تزوجوا البكر الودود الولود. البكر ماشي الخامجه، البكر الودود الولود اللي محافظه على الشرف تاعها. ماشي ترمي روحك في الوادي يقبضك الايت. راهم المهم يحوسوا الدراهم، يكسبوا الدراهم، واللي يجي يركب فوق. يا ربي راهي كاينه سيده في قسنطينه حتخلق قسنطينه، كون ما تزربش ازرب عمي تبون قبل ما تخلى وتروح قسنطينه بكل. قسنطينه راهي في خطر، والله يا عمي تبون قسنطينه في خطر. راهي كاينه سيده منتشره، الكلبه الكحله عمي تبون، الكلبه الكحله الزياديه، اهبط للزياديه عمي تبون، ما كانش اللي ما يعرفهاش. عمي تبون دير لها براكه في الصحراء والله يداك، هزها من تما. راهي حتخلي قسنطينه، راهي حتخلص في العباد اللي في قسنطينه. السيده بدات تنتشر عمي تبون، وانني خايفه على ما راهي لتما. عمي تبون ازرب، دير لها حل، ابني لها براكه، ولا اعطيها باطي تحرك بيه، ولا دير مهم اخويا. فرزنا خرجها من قسنطينه باسكو قسنطينه راهي في خطر. والكلبه الكحله وين تروح تبدا عمي تبون. عمي تبون يهديك ربي، راهي آفة. نسقسيك علاش السيده في الجزائر انتشرت في مده شهرين؟ على الارتفاع في عدد الاصابات زاد بواحد 600 700%. جاوب علاش؟ منين جا؟ راك مأمن باللي باسكو العلاقات كتروى، هذاك الخرطه يسميوه. نفس العباد اللي كانوا يديروا علاقات غير شرعيه في 2020 راهم يديروهم اليوم. بيان سور كون في العلاقه الشرعيه تقدر تمرض بالسيده، ما عندهاش علاقه، بصح واحد كيخلط بزاف مع شحال من مرة نسبه الاصابه تاعو تكون عاليه. علاش؟ بزاف المغاربه دخلوا العام اللي فات للجزائر، الاراضي الجزائريه بدون تاشيره، عندهم علاقه بزاف صوالح صرا في الجزائر مؤخرا، من بينهم السيده. كما شاهدتوا الإخوان وكما سمعتوا، هذه هي الحقيقة ديال القوة الضاربة. الإعلام الجزائري ضد المملكة المغربية وما كيعرفش باش يوصل للمواطن الجزائري يدير الوقاية، وما كيعرفوش كلمة وقاية لأنه ما كيعرفوا غير القجاع والمخزن المغربي والقجاع الحكومة المغربية والقجاع. ولكن باش يوعيو المواطن الجزائري ويفهموه كيفاش يتعامل مع هذا المرض او كيفاش يجتنب هذا المرض، لا، انهما الفكر والشغل الشاغل ديالهم هو المغرب وضرب الاقتصاد ديال المغرب وإساءة للسياحة ديال المغرب. داخل قصر المرادية كاينه الذباب الالكتروني اللي هو مرقصو ولد عاد مجيد كذبون خاص باش يضربوا المصالح ديال الدولة المغربية، وما عندهمش الغرض في النصيحة للمواطن الجزائري باش يجتنب هاد الأمراض. المهم الإخوان ما تنسوناش باللايكات ديالكم، فاضل نساء أمران، والسلام عليكم ورحمة الله.